ازيكم؟ هنعمل النهارده مع بعض وصفه سريعه وسهله. انا كان عندي لفه جلاش كده في التلاجة، كانت مركونه في التلاجة بقالها فتره، تقريبا كده من رمضان. فطلعتها عشان اعمل بيها صينيه. طلعت فظيعه، طلعت احلى ما انا كنت متخيله بكتير. شايفين الجمال اللي قدامكم ده كله؟ بالصينيه كانت متهربده بصراحه، وانتوا هتشوفوها دلوقتي. بجد طلعت فظيعه، احسن ما انا كنت متخيله بكتير. السر بقى في ايه؟ السر مش في صينيه الجلاش، عادي ما كلنا بنعمل جلاش، في التشريبه اللي انا عملتها. تشريبه رهيبه دي اللي انا هقولها لكم دلوقتي. تمام. لو اول مره بقى تشوفي القناه بتاعتي اشتركي فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه هنعملها مع بعض زي ما انتم شايفين التشريبه دي، هنجيب معلقتين سمنه ومعلقه زيت، وهنحط عليهم، شايفين علبه القشطه دي؟ هنجيب علبه قشطه، دي قشطه نباتي عادي، ممكن مثلا لو عندك وش اللبن تحطيه. وهنحط عليها بضايه، يعني سمنه، معلقه سمنه ومعلقه زيت، وهنحط بضايه، وهنحط القشطه اللي انتم شايفينها دي، وهنقلبها. هي طبعا ايه بتبقى جامده شويه. وهنحط عليها اللبن عشان خاطر يسهل علينا، لبن حليب عشان يسهل علينا الايه، الضرب بتاعها. وهبدا بقى ايه اضربها كده او اخلطها مع بعضها، هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا دي هتوفر علينا يعني سمنه كتير جدا. احنا بنجيب الجلاش ونحط راق وبعدين نحط سمنه ونحط راق ونحط سمنه، لا التشريبه دي فظيعه. شايفين عامله ازاي؟ شايفين زي ما قلت لكم بقى لها فتره تقريبا عندي من رمضان، اللفه فلازقه وعامله ازاي، فعمرها ما كانت هتطلع رقان كده. هبدا بقى ايه بعد ما عملت التشريبه هركنها على جنب، وهبدا بقى ايه اقطع الجلاش بتاعي. هقطعه بقى كده دواير كده. بصراحه انا ما كنتش مخططه الفيديو دوت، وما كنتش عارفه يعني ايه هعمل ايه، بس بجد طلع احلى ما انا تخيلت بكتير يعني. طلعته كده من التلاجة وقلت ايه اشوف ظروفه. زي ما قلت لك التشريبه دي تحفه. ممكن مثلا في ناس بتحط لها بدل القشطه بتحطي زبادي، بس بجد انا شايفه القشطه، لا القشطه طلعت رهيبه رهيبه. وبين علبه القشطه دي مش غاليه خالص، تقريبا بحوالي 12 جنيه او 12 ونص. طلعت بجد فظيعه. قطعتها زي ما انتم شايفين وفككتها بقى من بعضها، وجبت بقى القالب بتاعي احط فيه، اجيب من التشريبه وهدهن القالب من تحت. طبعا انا عاملاها في قالب بايركس، عندك تيفال زي ما قلت لك، الومنيوم، اي حاجه بنستخدمها. هدهن بقى القالب، هغرقه جامد جدا زي ما انت شايفه كده. وهبدا بقى ايه اجيب الجلاش بتاعي اللي انا قطعته وفككته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط نصه في ارضيه الصينيه بالشكل. طبعا انتوا عارفين الجو حر والاكلات الخفيفه مطلوبه يعني انت ممكن مش لازم تكون لفه الجلاش عندك ومتهربده وكده، انت ممكن تجيبيها جديده وتقطعيها بالشكل اللي انت شفتيه ده. هبدا بقى اجيب التشريبه بتاعتي اللي هو السر اللي انا قلت لكم عليه. بجد بتطلع يعني عارفه اقول لك زي الفطير المشلتت كده، كانك عامله فطير مشلتت يعني عجينه فطير مشلتت وحشياه، بجد تحفه تحفه. وهبدا بقى انزل على الجزء النص الاولاني من الجلاش، هغرقها. هنعيد تاني التشريبه مع بعض. هنجيب معلقه زيت ومعلقه سمنه وعلبه قشطه او قشطه وش اللبن وبضايه وشويه لبن، وهنقلبهم على بعض. هنجيب بقى الحشوه بتاعتنا، طبعا مش عايزه اقول لك اي حاجه عندك، اي حاجه. انا كان عندي ميكس كده بحشي بيه البيتزا او المكرونات او كده، بواقي منه. وبقيت فراخ قطعتها برضو، عملت لها بصلايه وكده، حطيتهم الاتنين على بعض. وحطيتهم عندك جبن بقى، عند اي حاجه الحشو اللي مش عايزه اقول لك يعني اي حاجه عندك في التلاجة. وشويه بقى موتزاريلا كده على الوش حطيتهم. وبعد كده هجيب بقيه الجلاش واحطه وايه، وهكمل عليه التشريب. اجيب بقى بقيه الجلاش بتاعنا. زي ما قلت لك هي موفره، هتوفر معاكي حتى على الاقل في السمنه جامد جدا. انك انت ما تعملي التشريبه دي هتستخدمي معلقتين سمنه، لو انت هتدهني كل رق لوحده تستخدمي سمنه كتير جدا. هبدا بقى احط كده واضغطها، اضغطها جامد عليها واكمل بقى عليها بقيه التشريبه كلها. اصبها بقى زي ما انتم شايفين كده. وهبقى بقى قايده البوتاجاز للفرن على ايه، على 180. حط يعني ايا كان بقى عندك من التشريبه حطيها كلها عادي، ما تبقيش منها حاجه. يعني هي التشريبه دي بتديها طراوه وبتخليها جميله جدا. نجيبها بقى واحطها قبل بقى ما احطها
انا حبيت بقى احط على وشها شويه ايه فلفل الوان كده، فلفل احمر على اخضر. عندك زيتون حطيه على الوش، ممكن تسيبي الوش من غير حاجه خالص. انا حطيت دي عشان مديها منظر كده. فده بقى الشكل بقى. انا هحطها بقى ايدة البوتاجاز وشويه الموتزاريلا كده على الوش. لا، هيحطها الاول في الفرن شويه حوالي 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده اطلعها واحط الموتزاريلا. يعني بعد ما تدخل على سوا هطلعها واحط الموتزاريلا 5 دقايق، وايه ده عليها الشوايه 5 دقايق واطلعها. طبعا والله الصوره ظلمها جدا. شايفين الجمال؟ شايفين صينيه الجلاش كانت عامله ازاي؟ خطيره خطيره بجد. جربوها بالطريقه بتاعتي دي، هتدعوا لي والله. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه، وتكتبوا لي كده في التعليقات تحبوا اعمل لكم ايه المره الجايه. هبدا بقى اقطعها كده، تقطعي بقى مربعات مثلثات زي ما انت عايزه. طبعا شايفين الجمال؟ شايفين من جوه عامله ازاي؟ مش عشان هي كانت مقطعه كده انها تفك او حاجه، لا، خرط جميله جدا. طبعا هي سخنه، يعني تسيبيها بقى اما تبرد شويه عشان خاطر تقطعيها. واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده.